عنا هاي الطنجرة، عنا مي هون 600 ملي، يعني احنا حنعملهم مرتين 600 ملي، 600 ب600. هاي اول 600 ملي حسب الرغبة طبعا، حسب كل واحد قديش بيحب. عندي هون 600 تانيين. خلصنا من المي. عنا هون 280 سكر. نشغل غاز. بنعيفها لتغلي. بالنسبة للسميد عنا اياه السميد خشن، عنا 150 جرام للوصفة اللي انا عم بعملها. بالنسبة لي انا بحب احط زبدة، يعني السمنة ما كتير بحبها، لانه الزبدة بتعطي لها طيابة احسن اكتر يعني، وبتحمر شوي شو اسمه السميد. وبالنسبة اللي بيحب يحط سمنة، يعني بيفضل انه سمنة الاصيل. سمنة الاصيل كتير طيبة للمامونية. نحط السميد. نبلش نحمص فيه. هون نحن المي عم نغطيها مشان شو؟ مشان تغلي. ما بيأثر، غطوها احسن. هذا السميد بلش يتحمص، ما بقى ياخد لون اكتر من هيك لانه ببلش يحترق. وهي المي عم تغلي. هلا حنحط السميد كما انتم شايفين. نحركها شوي. بنغطيها شغلة 10 دقايق وبنرجع لها. وانا هلا عم جهز الجبنة عشان نحطها على المامونية. بدي اغليها بالمي. خلينا نشوف النتيجة. يا سلام يا سلام، خلصت يعني دقيقتين تكون خالصة ان شاء الله. شوفوا لي هالمامونية، شوفوا لي هالمامونية غير شكل. يا عيني يا عيني. شايفين المامونية على أصولها. هاي الجبنة الموجودة عندي، وهاي القرفة رشوا منها قرفة. يا سلام على كيف كيكون هالمامونية. يا سلام على الخبز السخن. يا سلام على الخبز السخن. ونختمها ختامة مسك، صحتين وهنا.